السلام عليكم حبيباتي، صحة فطوركم وصحة رمضانكم وكل عام وانتم بخير. كما راكم تشوفوا الفيديو تاع اليوم، درت شويه روطار. هذا ليله 27. درت هاد المده تاع الكاطو صابلي، درت حاجه خفيفه. كما راكم تشوفوا بديت درت نصرت على دهان. كما قلت لكم شويه مايزينا، سكر غلاس، حبه بيض، درت مغرف كبيره تاع فلون فاني، ودرت نص باكيت على ليفور، وخلطت لاباط نتاعي. شويه لاباط هنا انا ما نبغيهاش ناشفه بزاف. سكر غلاس هنا درت قد واحد الكاس وشي حاجه. انا نبغي ندير الكاطو بسكر غلاس باش يبقى بنته شابه وميم طون يبقى طري. هنا درت زيست ولا كو تاع نوات كوكو. كل واحد شي يبغي يدير، كاين اللي يبغي يديرها فريز ولا يديرها سيترون ولا بخانه، حاجه اللي يبغيها. هنا قلت لكم درت مغرف كبيره تاع فلان فاني، ودرت غير حبه بيض، ما كترتش. والمايزينا هنا قلت لكم درت قد 2 مغارف كبار. هنا درت حبه بيض باش خاطش شريت هاد ليمون اللي راهم توالى، هاد الخضره خرجوا عجبوني، ولا فورم تاعهم باش تبقى الشيمه تاعهم باينه في الكاطو. درت غير حبه بيض ونص باكي لا ليفر، غير شويه شي حاجه كبيره. وهنا بديت لميت لاباط تاعي. تخلوها شويه طريه، ماشي طريه طريه حتى التم، بصح خلوها شويه طريه باش يجيكم الكاطو تاعكم شباب. شوفوا كيفاش هنا لميتها، لقد تجي طريه وما تجيش يابسه. هادو هما ليمون قلت لكم اللي عجبوني، لا فورم تاعهم شابه وتبقى باينه في الصابلي تاعكم. هنا كي تالمون لي لاباط تاعي جات طريه بزاف، درت ساشي هكا ابيض، حليته وورقت بالوريق باش كي نطبع ما نغبنش. وما تخافوش من الطابع، لا شفتوه يلصق لكم ديروه في الفيرينه نورمال. انا هنا ما لصقليش لخاطرش ساعفته. شوفوا كيفاش تنقلع نورمال، ما تخافوش منها. قلت لكم ولا لقيتو بروبليم ولا ديروها في الفيرينه. هنا دخلت الكاطو تاعي يطيب. راكم عارفين بلي الصابلي يجي شويه ابيض، ما نشعلوش عليه من الفوق غير من التحت. شوفوا كيفاش طاب، ودرت له الكونفيتور ولزقته. حاجه سهله، صابلي شكون ما يعرفش يديره. وهنا شوفوا كيفاش خرج. رحت كيما العاده فطرت في دارنا. اختي دارت هاد لاغوسه تاع الروز اللي جا يهبل، قلت والله العظيم غير نوريها لهم على هلا. هنا درت الروز غليته بوحده، ودارت البصل قليته وخلطته معاه، وقليت الدنجال بتي مورسو كما راكم تشوفوا. كلشي قليته وبدات تخلط خطره واحده. ان شاء الله تجربوها هاد لاغوسيت، خاطش بنينه وعجبتني بزاف. سي بوغ سا قلت لها اللي يشوفوها. هنا دارت تاني كلشي قليته. كاروطه تاني قليتها، ودارت سكالوب. هو العفسه تاعه والبنه كاع في السكالوب كي ديروه تخلطوه معاه باش يجيكم بنين، و ميم طون ثاني ينتكل.
بلا كيكون فيه سكالوب ولا اللحم اللي كاين. هنا كما راكم تشوفوا خلطتهم كاع في خطره واحده. دارت تما الدنجال والفلفله والبصل والكاروطه والسكالوب، هادو كاع مقليين وخلطتهم خطره واحده. هنا كانت تسقم في البلاط تاعها، درت في هذا المول باش يجي الديكور تاعه شباب، كل واحد وكيفاش يبغي يحطه. كما راكم تشوفوا هنا درت في الغيسيبيون هذا تاع الروبو. شوفوا كيفاش يجي الديكور تاعه شباب. وهنا من الفوق دارت كان عندها شويه مرقز مقلي، درته غير للديكور مع المعدنوس كما راكم تشوفوا. والديكور كل واحد ماشي اوبليغاتوار ولا ماشي اوبليجي ديروا كيما هي دارت، قادره تاني ديري سكالوب من الفوق تاني يجي الكو تاعه شباب. نتمنى تجربوه، خاطش الكو تاعه هنا عجبني بزاف. وهنا في ليله 27 راكم عارفين بلي حنا نديرو كاع الوهارنا باينين، ولا كاع الناس دير روكيك ليله 27. درت لنا شويه روكيك وكل واحد كيفاش يديره، كاين اللي يديره بالمرقه بيضاء، حنا نديروها مرقه حمراء. والروكيك تاني الديكور تاعه باين، كاين اللي يديره بالخضره وكاين اللي راهم يديروا له الزبيب مع الحمص تاني يديروه من الفوق، كل واحد وكيفاش يطيبه. حنا نديروه نورمال بالخضره والحمص واللحم. كل واحد وكيفاش يديره. وهذه هي طابلتنا لنهار اليوم. ان شاء الله يعجبكم الفيديو ونلقى تفاعل، ونقول لكم صحة فطوركم. على بروشين فوا ان شاء الله.